تظاهرة أخرى نلقي عليها الضوء مشاهدينا تحتضن تونس وعلى مدى يومين تظاهرة الطهي العربي بمدينة الثقافة بالعاصمة. تظاهرة ترويجية تنظمها الجامعة التونسية للمطاعم تحت إشراف وزارة السياحة، تهدف أساساً إلى تثمين الموروث الحضاري للطبخ التونسي والعربي. انطلقت اليوم أيام الطهي العربي في دورة تأسيس بادرة تهدف إلى تثمين المخزون الحضري للمأكولات والأطباق التونسية والعربية والتعريف بها لاستقطاب السياح وخلق ديناميكية جديدة تعزز أهمية استغلال التراث اللامادي. نحكيو على تراث لامادي متعلق التونسية اللي هي مميزة، ولكن الأكل ذا ماهوش قاعد معناها مروج له واستقطاب السائح العربي. الزخم هذا الكل قلنا مهم جدا باش تكون تونس مع الانطلاقه لهيكله معناها المجال كل ما يتعلق بالطهي والطبخ، الهيكله كل ما يتعلق بالترويج، الهيكله كل ما يتعلق بالاستثمار. ترويج هو مهم جدا للسياحه وتكوين ايضا في نفس الوقت، وايضا فهمت لا الحفاظ على هذا التراث، وعلاش لا اللي هو فهمت لا ايضا التصدير أيضا هذا المنتوج اللي عندنا إلى السواح، وأيضا حتى المشاركة الدولية مش مشاركة وطنية وعربية. أيضا احنا نطمح أيضا تكونوا فهمت علاش ما نكونوش شيفان فهمت أبطال العالم. ويطمح القائمون على هذه التظاهرة الترويجية إلى أن تكون لبنة أولى لبعث مشاريع وبرامج تدريب لدعم ترويج المأكولات التقليدية العربية بوصفها عنصر جذب للوجهات السياحية العربية وفق ما أكده المشاركون. عندنا مخزون أكل تراثي كثير رائع، لازم يكون في تبادل خبرات بين الدول العربية بأكلها التراثي، ومن خلال أيام الطهي العربي إن شاء الله مع لقاء الشيفات من جميع الدول العربية اللي موجودين هون، إن نطلع بنواة ونعمل هيكلة كبيرة. يعني بتمنى يكون في أكاديمية أو جامعة كبيرة تكون لتدريب الأكل العربي وليس الأكل العربي التراثي لجميع الدول. لدينا الحقيقة الكثير من البرامج في المنظمة العربية للسياحة، من بينها التدريب والتأهيل. حيكون هناك أيضا حصة كبرى لأبنائنا وبناتنا العرب، خصوصا في مجال الطهي وفي مجال الطبخ والأكلات العربية. اتفقت مع معالي الوزير أن يكون هناك حصة كبرى لأبناء تونس في مجال التدريب والتأهيل. وبالإضافة إلى معرض خاص بالأكلات العربية تتضمن فعاليات أيام الطهي العربي ورشات تتمحور حول تراث الطبخ وهوية المطبخ العربي وكيفية الاستثمار في قطاع المطاعم السياحية.